مبروك منتخب مصر، اداء ونتيجه وصعود للمره ال17 على حساب كوت ديفوار في بطوله الامم الافريقيه، والدخول في المربع الذهبي مع المغرب والسنغال ونيجيريا. احنا اسياد القاره دي من الاخر، ودي كانت دايما الحاجه اللي مضايقانا من اداء المنتخب ونتائج المنتخب اللي احنا شفناها من اول ما البطوله بدات. قلنا الاسبوع اللي فات ان ان شاء الله هيبقى دور الثمانيه دور وصول المنتخب للبطوله الفعلي، والنهارده الحمد لله منتخب مصر قدم مباراه ولا اروع ولا اعظم من كده. على المستوى ان انت عارف تاخد الكوره، لما تستخلص الكوره عارف بتعمل بيها ايه، مش بتطفش، مش بتطلع في القاوت، مش اللعيبه مش محضره، لا كله كان 10 على 10. كل اللعيبه من اول محمد الشناوي اللي النهارده من اقل مبارياته، هو وامام عاشور، الاثنين دول واحده من اقل مبارياتهم اللي انا شفتها وحضرتها قدام عيني. امام عاشور كان هو اللي مستحوذ، هو اللعيب اللي بيطلعنا على دايره السنتر، وكان بيطلب منه ان هو يضغط مع لعيبه نص الملعب على اللاعب رقم 19 بتاعهم اللي هو محور الاداء بتاع كوت ديفوار. فالحمد لله ان نجح في ده 100%. 10 على 10 اللي عمله امام عاشور مع اللاعب رقم 10 على 10 اللي عمله امام عاشور مع اللاعب رقم 19 اللي عندهم. قفل عليه مفاتيح اللعب، كان دايما بيضغط عليه، كان اول ما بيستلم الكره دايما تلاقي امام عاشور رايح له. المسانده الدفاعيه اللي حصلت ما بين حمدي فتحي ومروان عطيه، سواء ناحيه محمد هاني او ناحيه احمد فتوح، كانت 10 على 10. كان ديالو والظهير والوينج الثاني لما بيجوا دايما يعني مثلا ديالو داخل هيستفرد بفتوح، لا دايما تلاقي حمدي فتحي مع فتوح، دايما تلاقي مروان عطيه مع فتوح، دايما الاثنين بتلاقيهم ساقطين جوه منطقه الجزاء بتاعتنا عشان يساعدوا ثلاثي قلب الدفاع. فعملنا مباراه كبيره جدا على مستوى الروح وعلى المستوى الفني، مباراه عظيمه جدا وتقيله جدا. انا اكتشفت النهارده ان المنتخب بتاعنا كان على مستوى البدني جيد جدا. لسه عندنا مباراه. اهم ما يميز طريقه كابتن حسام حسن في الخطه، في الطريقه الدفاعيه اللي كان بيلعب بيها، اللي هي طريقه مناسبه جدا مناسبه جدا. على فكره انا ما عنديش مشكله مع الطريقه، سواء تلعب بطريقه دفاعيه او طريقه هجوميه، بس انا عندي مشكله ان انت تبقى بتعرف تنفذها. يعني انت اخترت تلعب دفاعي، انا اشوفك تبقى عارف تنفذ ده، ابقى اشوفك مثلا اللعيبه بتاعتك واقفه صح، كل واحد واقف في البوزيشن بتاعه صح، الترحيل يبقى صح، المراقبه تبقى صح، لما تيجي تطلع بالكوره وتعمل التحول تبقى بتطلع صح، ما تبقاش اللعيبه قطعت الكوره وفي نفس الوقت المشكله انت مش عارف تطلع عليه، مش عارف تطلع على نص الملعب. لكن النهارده انت وجدتها بوجود امام عاشور لاعب رقم 10 بيلعب تحت مرموش ومحمد صلاح. حللك الازمه دي رغم ان امام عاشور ما بيلعبش بكامل طاقته. يعني امام عاشور النهارده مش من احسن مبارياته، محمد الشناوي النهارده مش من احسن مبارياته، بس كانوا رجاله، وهي الادوار دي بتبقى عايزه اللعيبه الرجاله. واعتقد ان هي دي الماتشات اللي هيظهر فيها شغل كابتن حسام حسن. احنا من اول البطوله بننتقد وشايفين ان المنتخب اداؤه مش احسن حاجه، مش كرها في كابتن حسام حسن او ان حسام حسن مش عاجبنا، بالعكس كابتن حسام حسن ده كلنا يعني اتربينا عليه ان هو كان المهاجم بتاع مصر. كله كان بيقلد كابتن حسام حسن، كله كان يعني انت تفتكر وانت بتلعب في الشارع تجيب جون بتجري تقول حسام حسن صح، كان كله بيلبس تيشيرت رقم 9 عشان كابتن حسام حسن. فما عندناش مشكله في الحته دي، لكن كان عندنا مشكله ان انا الفيصل بيني وبينك انت في الملعب قادر او مش قادر. يعني مثلا كنا بنيجي نلعب منتخبات اقل من كده، منتخب زيمبابوي منتخب ضعيف جدا، لما اجي العب قدامه ماتش ابقى انا واقف بستقبل لعبه، ولما اجي اطلع من التحول مش عارف اعمله، كانت دي مشكله. لما اجي اطلع اقابل، لما اجي العب منتخب بنين في دور ال 16 واعمل معاه نفس الشغل، ابقى برضه بدافع مش عارف ادافع كويس، والفريق لما يطلع يهاجم عليا يجيب جون، واطلع انا اعمل التحول مش عارف اعمل التحول. كانت دي مشكله. ماتش جنوب افريقيا يعني ده الماتش اللي نقدر نقول فيه مش ده منتخب مصر اللي احنا مستنيينه، بس عشان النتيجه وعشان الطرد خلى للماتش ظروف ان احنا نطلع موافقين بالاداء. لكن ده الاداء اللي احنا نامل فيه؟ لا. لكن النهارده في ماتش ساحل العاج احنا قاعدين انا قاعد على الماتش وعارف ان هم لو اتعدوا 3-3 حتى احنا هنكسب. الاداء والروح اللي انا شايفها من اللعيبه في الملعب تقول ان احنا هنكسب. النهارده مفيش حد وحش. الماتش بتاع ساحل العاج النهارده مفيش حد وحش خالص خالص. احنا لو هنتكلم على اللعيبه ما كانتش في مستواها، على اللعيب في تصرف معين كان المفروض يعمل كده. يعني مثلا حمدي فتحي في الجون الثاني لو كان طلع الكره بدماغه على طول كانت طلعت، لكن هو فضل تقلان عليها. غلطه، وانت بتدافع طبيعي هتغلط، وانت بتهاجم برضه تغلط، هي عادي ممكن يحصل غلط.
بس الطريقه دي اللعيبه لسه مش متعوده عليها قوي. في الماتشات التقيله دي اعتقد ان الماتش بتاع السنغال هيبقى احسن، وانا لاول مره ابقى من ساعه ما جه كابتن حسام حسن ابقى داخل ماتش وانا مش خايف رغم انه ماتش السنغال. بس انا دايما ببص على ادائنا احنا بنعرف نعمل ايه وبناء عليه اقلق او ما اقلقش. لكن من خلال ماتش ساحل العاج وانا عارف ان السنغال اقوى، بس انا برضو بشوف ان منتخبنا قوي جدا، قوي جدا بالطريقه اللي لعب بيها النهارده كابتن حسام، والطلوع الصح، التدريج بالكوره اللي طلع اللي هو اي نعم كان بسرعه، بس انت عشان تبقى فريق شرس ايوه لازم تطلع بسرعه. يعني مثلا هو النهارده كان بيطلع من الدفاع باي طريقه، مش على لاعب معين، باي طريقه المهم الكره توصل لامام عاشور. الكره وصلت لامام عاشور خلاص بتروح لمحمد صلاح او مرموش. فدي كانت وجد جمله. هو كابتن حسام حسن محتاج، هو انت عامه وانت بتدافع انت مش محتاج 100 جمله انت محتاج تعرف تطلع بالكره كويس وتختار اللي يلعب رقم 10 تحت 2 زي محمد صلاح وعمر مرموش. تختار لعيب كواليتي عالي، لعيب بالكوره يقدر يتدرج، يقدر يكسب ارضيه، يقدر يعدي واحد على واحد. زي مش هتلاقي لو بصيت حواليك مش هتلاقي في كل ده احسن من امام عاشور. لعيب امكانياته جباره رغم ان النهارده برده كان مش احسن مستوى ليه، واللي جاي هيبقى احسن. ولسه لما يخش اكتر، ولسه لما الروح بتاعت البطوله اللعيبه كلها تخش فيها، انت هتتفرج على منتخب تاني. وهو ده كان الانتقاد اصلا، ان اللعيبه لحد النهارده كابتن حسام مش قادر يدخلها في اجواء البطوله. لكن من ماتش ساحل العاج نزلوا الماتش مع صفاره الحكم، اللعيبه وهي نازله المباراه انا عارف ان اللعيبه دي خلاص جت البطوله. هو احنا كده لازم نفضل الماتشات السهله تعدي علينا صعبه، والماتشات الصعبه نعمل فيها احلى اداء. وده دايما اللي بيميز اللاعب المصري. ما اعرفش ايه بقى في الجينات. حسام حسن قدم مباراه كبيره جدا على مستوى الروح القتاليه وعلى روح والفنيه. حسام حسن قدم مباراه كبيره جدا على مستوى التكتيك وعلى مستوى الروح القتاليه العاليه اللي هي بتميز بها كابتن حسام حسن. اما على الحته التكتيكيه، ان انت النهارده لعبت بثلاثه، ما سبتش حد من المدافعين بتوعك الظاهرين اللي هو محمد هاني واحمد فتوح، انت ما سبتش حد فيهم يتعرى. يعني مثلا محمد احمد فتوح لما بيجي داخل عليه ديالو دايما بتلاقي مايل معاه حسام عبد المجيد، مايل معاه لعيب من نص الملعب. وبتلاقي دايما اللي مغطي مكان حسام عبد المجيد هتلاقي دايما حمدي فتحي، او حمدي فتحي ناقل ناحيه. ميزه كابتن حسام النهارده من الناحيه التكتيكيه ان هو ما سابش لعيب يتعرى في الدفاع. يعني مثلا ديالو داخل على احمد فتوح، دايما بتلاقي معاه واحد تاني نازل يساند والتالت من بعيد، هي دي المراقبه. فانا النهارده ديالو كان بيقف حيران، هو عدى من احمد فتوح في واحده، لكن الثانيه وباقي الماتش ما عداش هي كره واحده اللي عدى فيها. وفتوح النهارده جاب مستوى في الماتش. في اول الماتش كان بادئ مش كويس، بس على مدار الماتش مستواه عالي جدا، وخلاص كده احمد فتوح جه البطوله. الماتش ده فيه كام لعيب اتولد جواه، منهم مرموش اللي انا من وجهه نظري هو احسن لاعب النهارده في الماتش. نجم المباراه بتاعه منتخب مصر وساحل العاج النهارده عمر مرموش بلا منازع، بلا منازع. طبعا صلاح نجم الفرقه ويستاهل طبعا، بس هو صلاح خدها عشان عمل اسيست وجاب هدف. لكن على مستوى الاداء الهجومي والدفاعي، اللعيب اللي كان بيرجع يدافع كان عمر مرموش مش محمد صلاح. محمد صلاح كان بيرجع يحلق يسد مكان تمرير، لكن عمر مرموش كان بيرجع وبيلتحم وكان بياخد الكوره، والناحيه الثانيه تلاقيه الكوره اتلعبت قدام تلاقي طيار عليها. فعمر مرموش النهارده من اعلى مبارياته. حمدي فتحي انا ما كنتش بحس بيه على فكره. حمدي فتحي النهارده بيقول انا لعيب جميل. انا شفت النهارده حمدي فتحي لعيب خلاص دخل البطوله. مروان عطيه انا بشوف منه نسخه جباره جدا. حسام عبد المجيد اللي انا دايما مختلف عليه النهارده عالمي. محمد الشناوي مش احسن لقاءاته، لكن حاضر مع كل كره رايح. يعني جه في اخر 10 دقايق مثلا عرف ان الكره العرضيه انا لازم اطلع عليها، ما ينفعش استناها، خلاص خد القرار ان هو يطلع عليها. في لعيبه، هي دي الماتشات الكبيره، في لعيبه كتيره بتبقى نازله المباراه مش في يومها، بس بتيجي جوه الماتش خلاص بتحس بالمسؤوليه بتيجي. تريزيجيه انا شايف، يعني اشك مليون في الميه ان هو مصاب. يعني تريزيجيه بيتميز بالسرعه، النهارده نازل مش قادر يجري، مش قادر ياخد. فانا حاسس ان تريزيجيه مصاب والله اعلم.
عايزين نتكلم على الروح النهارده منتخب مصر ادى مباراه بروح عاليه جدا جدا جدا. روح، هي دي روح حسام حسن. يعني لما يبقى في تيم بيدربه كابتن حسام حسن انا مستني منه اشوف الروح دي. وكان الانتقاد دايما ان انت بتيجي جاي عشان فيك في ميزه معينه. انت لحد ماتش النهارده، انا مش هكدب عليك، لحد ماتش النهارده ساحل العاج ما كانتش موجوده، غير ما اتوجدتش غير النهارده في المنتخب وفي لعيبه المنتخب. ارجع للحته التكتيكيه. اولا كابتن حسام حسن عرف يسد الثغرات اللي كانت بتتوجد في الظهر. ان انت تلعب بخمسه ورا هي طريقه قديمه بس نموذج ان انت تسد بها الثغرات. خلاص، تفضل عندك المشكله بتاعت انا هطلع بالكره ازاي. ده سؤال ما يجاوبش عليه غير المدير الفني. عرفت تطلع بيها يبقى انت الخطه دي خدمتك، لكن انت تعمل لي الحته الدفاعيه والحته الهجوميه مش مهمه. الماتش مش هشتغل على حته واسيب حته. هما الحتتين مع بعض عرفت تشتغل عليهم هتطلع بنتيجه كويسه. لكن انا من النهارده من المفاجآت ان من بدايه المباراه ان انا اشوف ناس ساحل العاج نازل مخضوض كده من منتخب مصر. من اول ما نزلوا ديالو ده ديالو اللي احنا عارفينه. كيسيه ده كيسيه اللي احنا عارفينه. اللعيب رقم 19 دي اللعيبه بتاعت ساحل العاج اللي عامله شغل ولا اروع من اول بطوله. بس احنا كعبين عالي عليهم والعقده لسه مستمره. انا كنت خايف ان العقده دي تتحل النهارده لكن الحمد لله العقده مستمره. التحرك بين الخطوط بين اللعيبه وبعضها 10 على 10 10 على 10 نموذج. امام عاشور اللعيب اللي بيتوجد في كل خط عشان الكره تتلعب له ونطلع بالكره من عليه. خلاص، ياخد هو الكره زي الاسيست اللي عمله لصلاح. قبلها عمل كام واحده لمرموش وعمل كام واحده لصلاح ما طلعوش احسن حاجه. لكن هي دي الفكره اللي احنا شفناها في الماتش. وعشان كده كنا مطمنين جدا واحنا بنتفرج على الماتش ان المنتخب هيكسب. والحمد لله المنتخب كسب وصعد دور الاربعه. اللي يميز ماتش مصر وساحل العاج النهارده السهل الممتنع. انا بدافع بطريقه سهله جدا وبهاجم بطريقه سهله جدا. ودي احلى حاجه في المباراه. ان انا لما جيت ادافع انا حطيت ثلاثه ورا قلب دفاع مع الظاهرين اللي هو محمد هاني ومحمد فتوح. خلاص، ما عملتش منهم مساحات. لما بيحصل عليا ضغط برجع الاثنين سته اللي هو مروان عطيه وحمدي فتحي بيرجعوا يضموا لورا على قلب المنطقه. بينزل امام عاشور بينزل من قدام مرموش. صلاح اللي بيفضل متعلق شويه قدام. لكن انا ما شفتش النهارده، ودي الحاجه اللي مطمناني، ما شفتش النهارده ثغره في منتخب مصر تخليك قلقان. احنا عندنا المشكله الازليه بتاعت الكور العرضيه. دي مشكله ازليه ان شاء الله كابتن حسام حسن يشتغل عليها. والثلاثه دول عشان اول مره يلعبوا مع بعض. الماتش الجاي هيبقى احسن بامر الله، هيبقى احسن. وانا واثق جدا جدا من مباراه ساحل العاج. انا بقيت واثق جدا في المنتخب انه يعمل حاجه قدام السنغال. لو كلمتني قبل ماتش ساحل العاج انا ما كنتش واثق 1% ان منتخب مصر ممكن يكسب مباراه ساحل العاج. لكن النهارده انا شفت اداء رغم انه دفاعي بس اداء على مستوى الروح جبار. على مستوى الروح جبار. انت قدام الروح العاليه وقدام الحماس وقدام التاريخ بتاعك الكبير. انت نزلت قلت انا مصر. عرفت تقول انا مصر. انا صاحب اعلى عدد بطولات. كانت عندي مشكله دايما ان انت ما بتعرفش، ان انت مش عارف تقولها بالاداء. احنا بنقولها بالتاريخ لكن الاداء الحاضر الحالي انت النهارده قلتها واديت جرس بتوع المربع الذهبي ان انا في البطوله. انا مش جاي ممثل مشرف. المنتخب كان على مستوى تضييق المساحات 10 على 10 10 على 10. انت عرفت تدافع. انا اللي عجبني في كابتن حسام النهارده انه عرف يدافع، مش انه رص اللعيبه ورا، لا. انه هو على طول كان بيرص اللعيبه ورا وكان الواحد بيتضايق من كده. لكن النهارده عرف يدافع على مستوى تضييق المساحات. كنت عالمي كنت عالمي. تضييق المساحات اللي حصل ان انت ما بتسيبش مساحه ولعيب يعمل منها خطوره. لا بالعكس، انت كل ما بتخش لعيب، لما بيخش لعيب يتلم حوالي ثلاثه، واحد يخش الثاني الثالث الرابع، المهم الكره دي مش تعمل خطوره. ما دخلش غير جونين من كورتين ثابتين. وده عشان خاطر اللعيبه دي اعتقد ان هي لسه ما بتلعبش مع بعض فلسه ما فيش كيمياء بينهم. لكن اول ما حسام عبد المجيد يبقى في كيمياء بينه وبين رامي ربيعه. ايه الاداء ده؟ ايه الاداء ده؟ عالمي النهارده اداء عالمي. ياسر ابراهيم ادائك النهارده عالمي.
خط الدفاع كله بتاع منتخب مصر اداء النهارده عالمي. الاتنين ستة بتوع نص الملعب عالمي. امام عاشور عندك احسن من كده، والماتشات اللي جايه انت هتعلى وهتبقى احسن. محمد صلاح وعمر مرموش، احنا كده عندنا، احنا عندنا اتنين محترفين. انتوا النهارده بتثبتوا ان احنا عندنا اتنين محترفين، مش بنلعب في الانديه حاجه وبنيجي هنا نلعب حاجه. لا، انتوا لعيبه عظيمه جدا، لعيبه كبيره جدا. لعيبه المنتخب كلها 10 من 10. ما فيش تقييمات، ما فيش حد هياخد اقل من 10 من 10. كله 10 من 10 على مستوى الروح القتاليه، وعلى مستوى الروح البدنيه، وعلى مستوى كل حاجه، على مستوى كل حاجه، كل تفاصيل المباراه. كل اللعيبه 10 من 10.